الأهم والقمة الأكبر على مستوى العالم كوب 27، ومع التواجد الكبير للوفود الأجنبية يمكن ينظر العالم الآن إلى مدينة السلام، إلى شرم الشيخ، والعالم أجمع ينظرون إلى المدينة الخضراء ليكون شاهدا طبعا العالم على ما يحدث في قلب مدينة السحر والجمال. ما زال طبعا كما ترون مشاهدينا الكرام المشاركون يتوافدون إلى قاعة المؤتمرات حيث انعقاد طبعا قمة المناخ كوب 27. خليني أقول لحضراتكم عن الاستعدادات المصرية التي تم تنفيذها من قبل الحكومة المصرية وحتى مجلس الوزراء لإقامة هذا الحدث الأكبر والأهم والأضخم على أرض مدينة السلام. تم إنجاز عدد من المشروعات لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، مدينة صديقة للبيئة، لتكون المدينة الأولى التي ينعدم بها التلوث. حتى باتت مدينة شرم الشيخ مستعدة وبشكل كبير لاستقبال كل ضيوف مصر ورؤساء الدول والحكومات للمشاركة في كوب 27. أيضا مشاهدينا الكرام تم تخصيص منطقة لتسجيل كل الوفود